امتى نقول الانسان ده بقي مدمن بورن؟ سؤال صعب. اني اكتر ناس تحاول تخفي الحاجات اللي بتبان عليها، يعني الحرامي بيحاول يستخبى عشان ما يبقاش حرام. ما حدش بيعرف. ايوه بالظبط. مدمن البورن بقى بيستخبى فين؟ في القوقعة بتاعته، وبيعمل حاجة كده اسمها سيف زون في البيت، ويبعد عن الناس. هو مش عايز ناس، خلاص هو عايز الناس بتاعته اللي بيقعد قدامهم ويتفرج عليهم وبيبقى ساتسفايد معاهم، وهم دول اللي مصدر السعادة، زي الدوبامين والسيروتونين اللي انت قلت عليهم. تمام. فبالتالي بيحصل ايه؟ هو بيقفل من صحابه وبيبعد عن المجتمع بتاعه، وبيبطل يروح او يبطل يستمتع بالحاجات اللي بيستمتع بيها، وبعد كده بيخش في اكتئاب، لان هو الحاجات اللي بتبسطه ما بقتش تبسطه زي زمان، والحاجات الجديده اللي بقت تبسطه برضه بقي مشبع وما بقيش تبسطه زي زمان. فبيدخل في حاله ايه؟ هانجر ستارفينج فور مور هرمونز، وعايز سعادة وخلاص. في ناس بتتجه للكاتنج، ان هي تجرح نفسها عشان تشعر بسعادة من الألم، سعادة نتيجة الألم. نتيجة الألم. في ناس بتحاول تجرب طرق جديدة، ودي الخطر الحقيقي، ان هو بيطلع من دايرة الجنس ويجرب دوائر جديدة عشان تديله النشوة اللي هو بيدور عليها. ان هو داخل عشان النشوة دي، داخل عشان السعادة دي. يعني يمكن يطلع بره دائرة الإباحية، يعمل الجنس بتمامه، يعني بطرق تانية بشكله التام، تحاول توصله للنشوة اللي هو عايزها، بس فيها علامات بتبان عليه هو شخصيا، زي العزلة، زي الانطواء، زي ان الحاجات دي مع كترها بتسبب مثلا ضعف في النظر، ضعف في الجسم، هزلان، الزغلله، العقل، مخه ما بيبقاش مسيطر عليه، ما بيبقاش حاضر، تكلمه تبقى مش موجود، ذهنه دايما فيدنج اوت كده، تلاقيه دايما سرحان ومش مركز. وده طبعا بيأثر عليه طبعا في تعامله مع الناس، بيأثر عليه دراسيا، بيأثر على علاقاته حتى مع اهل بيته، لان هو مش عايز ده مع ده، هو عايز ده بس مش عايز التاني، لان التاني ما بقيش يخليه ساتسفايد. هل ليه تأثير على الذاكرة؟ البورن ليه تأثير على الذاكرة؟ تأثير جامد، لان انت بتسحب كل حاجة من المخ، وبتسحب كل السوائل، وبتسحب كل الحاجات المهمة، وبتبقى انسان فاضي، بيقولوها بالعربي كده مخوخ، ما فيهوش حاجة، بيفقد تركيزه عن اللي حواليه، ويبقى بس مركز على البورن. بالظبط. فبالتالي ما فيش ذاكرة بتبقى موجودة، مفيش حفظ، وبيأثر على كله. يعني دراسيا اكتر ناس بتعاني هي الناس اللي بتذاكر، بيقول لك انا مش عارف اذاكر، انا دماغي متجهة في ده، انا مشتت في ده، انا الحقوني، انا في مصيبة، انا في كارثة، الحقوني. وده تأثيره بيبان في ايام المراجعة والامتحانات للناس اللي بتذاكر، او الناس اللي بيكون في شغلها تركيز كتير. طب لو واحد مثلا شاب وبيشتغل، او هو مثلا متزوج وللاسف واقع في الإباحية، وحتى كمان العادة السرية للأسف، هل ده ليه تأثير على مجهوده وعلى شغله؟ تعال نناقش حتة حتة. يعني الشخص اللي هو متزوج ده للأسف بيدمر الحياة الأسرية عنده، إن هو شبع نفسه بليفل معين، فلما بيجي يمارس العلاقة الحميمية أو العلاقة مع مراته للأسف مش بيبقى ساتسفايد، وبيحاول يقارنها مع الناس اللي بيتفرج عليهم، فبالتالي مراته تخسر، فبالتالي باظت العلاقة. مش بيعرف يفرق ان ده تمثيل وده رياليتي خالص. هو بالنسبة له الاتنين رياليتي، هو مش عارف يفرق، هو عايز التمثيل يبقى زي الرياليتي، عايز الاتنين واحد، فبالتالي بيقع في المصيدة دي. بالنسبة للناس اللي شغالة، مش بيكون عليهم تأثير شديد، بس بيأثر عليهم في علاقاتهم، بيبقوا مش عارفين يرتبطوا مثلا بحد. تعالوا نتطرق من حتة ايه هو البورن، تأثيره على المشاهد دي والخيال ده على الإنسان وعلى اللي حوالينه. للأسف هو بمرور الوقت، أول ما بيشوف كده الحاجات دي أول مرة، بيبقى الاستمتاع بيها عالي جدا، زي اللي بيدمن لأول مرة، فبيبقى حاسس إن هو في منتهى السعادة. للأسف دي بتبتدي تبوظ مستقبلات السيروتونين والدوبامين اللي في الدماغ، لأنه بتفرز كميات كبيرة من السيروتونين والدوبامين، فالمستقبلات دي مش بتستحملها، ما بتستحملش الكمية دي، فبيجي خلاص يعني أنت وصلت الليفل ده، لا طب المرة الجاية بقى عايز أكتر، لغاية ما نوصل لنفس الإدمان بالظبط. وفي دراسات حديثة أثبتت كتير إدمان الجنس وإدمان حتى الأكل على الدماغ تأثيره في إيه؟ في حاجة كده اسمها الفص الجبهي الأمامي، الفرونتال لوب، ده بيبقى موجود في الجبهة بالظبط، ورا الجبهة بالظبط. الفرونتال لوب دي هو الفرامل بتاعة المخ، هو إلى حد كبير العقل بتاع المخ. يعني مثلا لو أنت عايز تعدي الشارع تشتري آيس كريم، وشايف في عربية كبيرة جاية بسرعة،
لو الانفرونتال لوب ده شغال كويس هيقول لك لا وقف تاني لغايه لما العربيه تعدي، وبعد كده روح اشتري اللي انت عايزه. لكن بقى لو انت مدمن خلاص بقى انت ما فيش فرامل، ما فيش دماغ خالص، للاسف هتعدي والعربيه تخبطك. هي دي الفكره، هو ده المدمن. فللاسف اللي بيوجع تحت تاثير المشاهدات بتسلسله وبتربطه بيها لغايه لما بيبقى مدمن، وللاسف بيفقد السيطره على نفسه، على افعاله، على نظراته، على حركاته. فالانسان المدمن غير مسؤول وغير مضمون، وللاسف ممكن يطلع منه اي حاجه. يعني انت عايز تقول ان هو بيبقى زي القنبله الموقوته، بالظبط، ينفجر في اللي حواليه بالظبط، وبيكون جاذب للي حواليه برضه. طبعا. وللاسف الشديد ده بيسبب اعلى معدلات التحرش حتى بين الاسر، حتى جوه العيله نفسها. بنسمع كتير عن بنات انا خالي اتحرش بيا، انا عمي اتحرش بيا، انا واد مش عارف مين اتحرش بيا، انا بابايا اتحرش. للاسف الشديد الادمان في الحاجات دي بيخلي الانسان تبعد عن ربنا وتعمل حاجات هي عارفه انها غلط، بس هو مجبر انه يعمل ده لانه هو خلاص بيجي مدمن. المدمن ده ما فيهوش عقل، ما فيهوش مخ، ما فيش دين، ما فيش اي حاجه في اي حاجه، ما فيش قوانين، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي ضوابط. بس في دي الفكره يعني. يا مساء الورد على الناس كلها. في موضوع يا صديقي عايزين نتكلم فيه النهاردة. الموضوع ده بيمس حرفيا كل إنسان من بداية الخليقة لغاية دلوقتي، بيمس كل إنسان في كل بلد وفي كل كمان فئة عمرية، بالذات فترة المراهقة والشباب، ألا وهو الجنس أو البورن أو الخيال. واللي احنا بنشوفه يعني زمان كان يختلف الجنس وطريقة عرضه وطريقة عمله عن دلوقتي. انت دلوقتي مجرد بس ان انت بتتفرج انت وانت قاعد في بيتك من غير ما حد يشوفك، وده هي مصدر الخطورة. يعني زمان عشان يحصل فيه جنس كان لازم وجود راجل ووجود ست، لكن حاليا انت من غير فلوس خالص، من غير ما تدفع اي حاجة، مجاني تماما، قاعد في بيتك من غير ما حد يشوفك، وبتوصل له كمان في اي وقت، وكمان بتوصل له من غير اي فلوس، وللأسف ما بيبقاش فيه أي رقابة عليك. فالموضوع في منتهى السهولة يعني إن أنت توصل للبورن، فدي مشكلته. فالسهولة بتزود انتشاره وبتزود تأثيره علينا. يعني أي نوع من أنواع المخدرات أو الإدمان صعب جدا بسبب الحكومة، بسبب الناس اللي حواليك، بسبب الأسعار، بسبب الوالدين، بسبب الدين، بسبب القوانين. لكن حاجة زي كده انت محدش شايفك ولا حد انت عارف بتعمل ايه، وكمان زي ما قلت مجاني تمام. فالنهاردة ضيف الحلقة هنسأله شوية أسئلة، وهو راجل ذو علم وذو خبرة في الحياة، وإن شاء الله كلنا نستفيد بعلمه. ليه البورن حلو وجاذب للشباب بالذات؟ اللي هم الكبار، اطفال صغيرين، الناس اللي هي البسيطه، الناس المعقده، الناس اللي هي حابه بورن يلا بورن وخلاص. هو بصفة عامة ربنا خلقنا فينا هرمونات هي اللي بتحط في دماغنا حب للطرف الآخر، والحب ده أنواع منه الشهوة الجنسية والحب الجنسي، وده في حد ذاته في قوامه مش غلط. لكن الفكرة لما دماغك تبقى ماشية وهي اللي مسيطرة عليك، هرموناتك هي اللي مسيطرة عليك، مفيش عقل في الموضوع، مفيش كنترول، منساق يعني. بالظبط. للأسف الشركات اللي هي بتعمل مواقع إباحية وحاجات زي كده هي عارفة إن الناس بتحب الحتة دي، طبعا بالذات المراهقين والشباب، عشان هم بيحبوا الحاجة دي فإحنا هنعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها. حتى لما بيبقوا كبار بيبقى خلاص اتعلق بيها للأسف. فده كمان حتى الكبار، الناس الكبيرة والناس المتجوزة للأسف بتوقع في الحتة دي لأنها خلاص اتعلقت بالإباحية. اتكلمنا على كل الجوانب بس ما اتكلمناش على انا مريض دلوقتي، اعالج نفسي ازاي، الحق نفسي ازاي من الكارثه دي. هل في طرق، هل في حاجات امشي عليها، ولا هكتفي بس ان انا اعرف ان انا مريض وخلاص؟ انت عيان؟ عيان. طب اتصرف ازاي؟ هي دي مشكلة نفسية للأسف، كمان بيطلع عليها أعراض بدنية ونفسية كمان. كل إنسان يختلف عن غيره في الأسباب، في الشهوة، في طبيعة الحياة، حتى كمان في معدل الأفكار ومعدل الوقوع في البورن وفي الإباحية. أول حاجة لازم نقولها إن الوقاية خير من العلاج. لازم 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 تحمي نفسك من البداية خالص. كل ما قللت وكل ما بعدت عن مصادر الشهوة وعن الوسائل اللي بتخليك تقع فيها،
ده هيبقى احنا وجعنا وخلاص، يعني للاسف اتلطينا زي ما بيقولوا كده. زحلاني. بالظبط. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه نشوف احنا بندخل على ايه فبنتفرج على بورن، اذا كان من الموبايل او من اللابتوب او الحاجات دي. طبعا اول حاجه نعملها لازم نقلل وقتنا على الاجهزه دي، نخليها بس للضروره. استخدام الموبايل اللي يبقى للضروره القصوى فقط، التليفونات حاجه كده معينه، كلام من ده. ده مرة واحدة ولا واحدة يعني أقلل تدريجي ولا قط؟ دي بقى تختلف من انسان لانسان. زي الاقلاع عن التدخين، في واحد يبتدي يقلل سيجاره بسيجاره، وفي واحد لا يقفل مره واحده. ده كل انسان يعرف نفسه هو بيستجيب لايه اكتر. ده اول شيء، الابتعاد عن المصادر. ثانيا اهم حاجه وقت الفراغ. اهم حاجه وقت الفراغ ده طبعا، لان انت طول ما انت فاضي فانت دماغك مش شغاله. طول ما انت دماغك مش شغاله او مش لاهي نفسك في حاجه مهمه، دماغك دايركت هتروح للاباحيه على طول، لان هي دايما الدماغ بشكل طبيعي بتدور على الراحه وعلى السعاده، فالراحه والسعاده موجودين في الاباحيه للاسف. فانت لازم تبقى مركز ان انت ما تقعدش فاضي ابدا، يبقى اليوم كله شغال، تنزل تعمل اي حاجه، تقعد تنظف في البيت، تقضي مشاوير البيت، اذا كان معاك مذاكره تذاكر حاجات مختلفه، اذا كان معاك شغل تتصرف. يعني بص، لازم ما تقعدش كده فاضي، بحيث ان انت اول ما تروح تحط دماغك على المخده تنام على طول، تقعدش تفكر. بعد كده لازم تخلي بالك من الافكار نفسها، تقاوم الفكر، لان انت لو سبت نفسك للفكر واستحليته فانت بمرور الوقت بتعلي ليفل الشهوه عندك، وعندما ليفل الشهوه عالي عندك مش هتعرف تنزله الا لما تفتح مواقع او تتمم العاده السريه للاسف الشديد يعني. فانت لازم تتحكم في تفكيرك، زي بالظبط الاكل او الصيام عن الاكل. لو انت قعدت تفكر في الاكل كتير ضروري هتقع، لازم هتخش تاكل، لكن لما بتمنع تفكيرك عن الاكل هتفضل صايم. هي نفس الفكره. ده شيء كمان الابتعاد عن الجو اللي انت بتعمل فيه الاباحيه او العاده السريه. لازم تبعد عن الجو ده. يعني انت مثلا في ساعتين كده بتبقى فاضي فيهم، ساعة مغربية او مثلا بالليل ما بيبقاش في حد شايفك، فانت بتقعد خلاص بقى بتعمل اللي انت عاوزه. لازم تبقى مركز تمام التركيز ان ده الوقت اللي انت هتدعك الدنيا فيه، وده الوقت اللي انت لا يمكن هتتصلح بسببه. فخلي بالك من النقطة دي، لازم تملأ الوقت دي وتقاوم وتغير الوضع ده. مثلا لو انت بتعمل عادة سرية انت وبتستحمى، لا تخلي بالك ان بيبقى دقيقة او دقيقتين بالظبط وتكون خرجت. تكون مثلا مشغل ميوزك او مشغل اي حاجة، يعني تحط تايمر بالظبط. ما ده من وسائل تقليل الوقت. مثلا تشغل ميوزك او تشغل اغاني عشان ما تخليش تفكيرك يروح للإباحية فبالتالي تقع. الخطوة اللي بعد كده الاستمرارية. لازم هتقع، احنا بشر، احنا محدودين، احنا ضعفة، لازم هتقع. فلازم تدرك ده كويس، وان اللي بيقع يقدر يقوم. فانت حتى لو وقعت في مرة قوم، وقوم تاني، وحاول تالت، وحاول رابع، وحاول خامس، وحاول عاشر لغاية ما توصل. يا ريت كمان تلاقي في ناس حواليك يبقى مهتمين بنفس الافكار بتاعتك، ان انت عايز تقلع عن الكلام ده، وناس تكون ناجحة. لازم ناس تكون ناجحة، ناس تكون طاهرة، ناس تكون منتصرة، فدول يشجعوك ويحمسوك ويدولك بوش كده لقدام. فدي التبس اللي انا قلت عليها، هراجعها بسرعة. اصل المصادر ان انت ما تتفرجش على اي حاجة. مكان والمحيط اللي انت بتعمل فيه العادة السرية او الاباحية لازم يتغير. الابتعاد تماما عن وقت الفراغ، ان انت تشوف ناس بتقاوم العادة دي وبتقاوم الافكار دي، وناس تكون منتصرة، ناس تكون عاقلة، دول يدوك زقة لقدام. احنا بدون ربنا في حياتنا احنا مش هنقدر نتغلب على اي حاجة.